السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل عجة البيض بطريقة جميلة جدا، اكلات اخر الشهر الاقتصادية. هنعملها النهاردة بطريقة مميزة قوي، هتعجبك وهتعجب كل اللي هياكلها من ايدك، والنتيجة هتبقى زي ما انت شايفة كده، حاجة اللهم بارك. مش عايزة اطول عليكم، بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نوصل الفيديو ده لعدد كبير من اللايكات، وكمان لو مش متابعاني ياريت تتابعيني لانك هتستفادي كتير قوي من الفيديوهات اللي جاية. وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي كمان مشاركة لكل اصحابك وحبايبك عشان الكل يستفاد من الوصفة. مش عايزة اطول عليكم، يلا بينا نبدأ الوصفة على طول. فوق على النار او في حلة على النار هنحط شوية من الزيت، وهنزل عندي هنا ببصلتين كبار متقطعين كده قطع صغيرة. وهبتدي ان انا اديهم تشويحة على النار. انا عايزة البصل يدبل بس معايا، مش هياخد اي لون. كمان هنزل عندي هنا بنص معلقة كبيرة من التوم. شايفين التوم اللي احنا مفرزينه مع بعض ابيض ازاي، ولا لونه غير ولا اي حاجة؟ لو عايزة الفيديو هتلاقيه عندك على الصفحة. هبتدي ان انا اشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه، البصل مع التوم هديها يا دوبك تشويحة كده والتوم ريحته تطلع. هنزل عندي هنا بفلفل اخضر وكمان فلفل احمر. لو عايزة سبايسي مفيش مشكلة، ممكن تضيفي سبايسي لو انت حابة. هديهم تشويحة مع بعض كده لحد ما يتبلوا معايا. وعندي هنا نص كيلو من الطماطم ضرباه في الخلاط، وهقلبهم مع بعض كده وهبتدي ابهر الكلام بتاعي ده كله. عندي هنا معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الاسود وكمان نص معلقة من الكزبرة الناشفة، وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. وكمان هضيف عندي هنا معلقة كبيرة من الملح او معلقتين صغيرين من الملح، وكمان عندي هنا نص معلقة من السكر. وهقلبها مع بعض واسيبها لحد ما تغلي مع بعض. وهعمل بقية المكونات. عندي هنا كوباية من الحليب، ضفت لها 6 معالق من الدقيق. الدقيق بيبقى على حسب عدد البيض، يعني كل بيضة بتاخد معلقة من الدقيق. تمام كده، وقلبتهم كويس قوي مع بعض كده. وهنزل بالبيض، عندي هنا ست بيضات نزلت بيهم كده. وهنزل بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، البيض والدقيق والحليب. وكمان ضفت معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلبها كويس قوي كده لحد ما الخليط كله يندمج مع بعضه. هنا رحت اشوف الصلصة بتاعتي كده تمام قوي اهو، اتسبكت عندي اهو. هجيب عندي هنا بطاطستين متوسطين مهروسين، سلقاهم وهرساهم كده زي ما انتوا شايفين. وهنزل عندي هنا في البصل بالطماطم. البطاطس هنا بتعمل طعم رهيب قوي للعجة، جربيها بالبطاطس هتعجبك قوي اهو. يعني بطاطستين بس يكونوا مسلوقين ومهروسين، 2 بطاطس مهروسة متوسطة الحجم كده. هسيبها تغلي مع بعضها كده شوية وتتكتك مع بعضها شوية كده على النار. وهكمل بقية الوصفة بتاعتي اهو. انا حطيت كمان نص معلقة صغيرة من الملح، واقلب الكلام ده كله مع بعضه. وعندي هنا حزبة من الشبت وحزمة من الكزبرة، وهقلبهم مقطعاهم كده قطع صغيرة. هنزل بيهم على البيض والحليب والدقيق واقلبهم كويس كده. كده عندي البطاطس مع الطماطم بعد ما اتسبكت وسبتها شوية لحد ما بردت. ما تنزليش فيها بالبيض على طول عشان البيض ما يستواش منك. هنستنى اللي هي تبرد شوية وبعد كده ننزل بيها على البيض. يعني تطفي الصلصة، تسيبيها تبرد وبعد كده تنزلي بيها على الخليط. كده هشوف الملح بتاعها واظبطه.
ضفت كمان معلقة من بهارات المحشي، خلطة المحشي ضفتها على الخليط ده، بتخليها بتودي الطعم في حتة تانية خالص. في اللي هي الخلطة بتاع المحاشي بتبقى موجودة عند اي عطار. ضفت معلقة صغيرة، وهنزل بقى بالخليط في صينية، الصينية مدهونة بين الزيت في فرن سخن، بحطها على الصاجة على طول في درجة حرارة متوسطة، ما بعليش النار، وبتطلع عندي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. يعني بحطها على الصاج والنار بتكون متوسطة. مع السلامة.